ازيكم؟ انا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. بطلة حكايتنا بتقول: انا ريهام، عمري 30 سنة، للأسف متجوزة وعندي أولاد. وهقول لكم ليه بقول للأسف. في يوم كنت قاعدة في أمان الله، جوزي جه من بره واعترف لي إن هو على علاقة بواحدة تانية، لا وكمان ناوي إن هو يتجوزها، وخيرني ما بين إني أستمر معاه بعد جوازه ولو مش عايزة أتطلق. هو موافق عادي. وقتها بصراحة اتقهرت، قلت له: هو أنا عملت إيه عشان أستحق منك كده؟ قال لي بسخرية: بص لنفسك ولشكلك بقى عامل إزاي، ووزنك اللي زاد، وما بقيتيش تهتم بنفسك، بقيتي زي الستات البيوت اللي سنهم 50 سنة، وبقيتي كئيبة وبايخة. وأنا دلوقتي مدير لشركة من أكبر الشركات، وانت دلوقتي ما بقيتيش تليقي بيا. أنا عايز ست جميلة أنيقة تكون وجهة ليا قدام الكل. ابتسمت بسخرية ودموعي على خدي، ورجعت بيا الذكريات لأكتر من 10 سنين عدوا عليا كأنهم فيلم. افتكرت لما كنت أنا الست الجميلة الأنيقة اللي هو بيتكلم عليها، اللي كانت عاملة زي ضوء الشمس، كنت بلفت الأنظار كلها. كنت أنا الست الذكية المميزة اللي كان الكل بيتوقع لي مستقبل عظيم في شغلي وفي حياتي العملية. وافتكرت أما باهر كان موظف مبتدئ، وكان بيستشيرني في كل شيء في شغله عشان يكتسب مني شوية خبرة قبل ما يقرب مني بالتدريج، ويوهمني إن هو بيحبني عشان أدخل بإرادتي سجن حبه ومعتقل الجواز، عشان أكتشف قد إيه هو أناني ومش بيحب إلا نفسه وبس، ومش بيسعى غير لنفسه ولنجاحه وبس. وأنا ما كانش عندي حل وقتها غير إن أحبه، وده كل اللي حصل. ولما طلب مني إني أسيب الشغل رغم كل النجاح اللي كنت محققاه في شغلي، لكن كانت كل حجته إنه عايزني أكون فاضياله هو وبس، لأنه مش عايزني انشغل بأي حد غيره. وقتها كان رد فعلي صادم ليه، رديت بطلبه بكل صدر رحب، لأن على كل الأحوال أنا ما كانش يهمني شيء غيره هو وبس، واعتبرتها غير عليا. كنت غبية لما عملت كده، أنا عارفة. وقتها أقنعت نفسي بإن نجاحي من نجاحه، وهو استغل ده أسوأ استغلال، لأني اديت له كل خبرتي وذكائي في شغلي عشان أساعده وعشان يحقق كل اللي نفسه فيه، وأنا اللي أنجزت عليه كل الطرق عشان يقرب من كل المديرين. سهرت معاه الليالي على المشاريع والتقارير اللي كان بيقدمها لمجلس الإدارة، كان الكل بينبهر وبيعجب بيه، وبقى رمز للتميز في الشركة كلها، وبقى بيترقى بسرعة جدا بفضل مجهودي معاه. طبعا كنت بهتم بأولادي طول النهار، أكل وشرب ومذاكرة، وبالليل شغله لمدة سنين، وعمري في يوم ما اتضايقت ولا اشتكيت لحد، لغاية ما بقى مدير للشركة. كان أسعد يوم في حياتي وقتها. حسيت إني أخيرا حققت حلمي، وتعبي كله تعوض بنجاحه أخيرا. وقال إيه؟ خلاص أخيرا هرتاح في حياتي واستمتع بيها معاه. وهو لما وصل للمنصب اللي هو عايزه رماني بطول دراعه، وصل هو للقمة وسابني أنا في القاع عشان يبصلي من فوق بكل قرف. خرجني أنا من حياته عشان يستبدلني بواحدة تانية. المهم مسحت دموعي بكل قوة ورفعت راسي بكبرياء. أنا ست ما اتخلقتش عشان أبكي، بالعكس أنا جوايا قوة مش موجودة في أي راجل، مش أي ست زيي، وعندي في راسي عقل ست. ويا ويل الراجل إذا الست خرجته من قلبها وحطته في راسها، ولما بتكره بترمي كل حاجة ورا ظهرها. واستمتع بكسره تحت رجلي. وقضيت اليوم ده طول الليل في التفكير، وبدأ عقلي يشتغل بكل نشاط وهمة، ورميت كل حاجة وكل وجع ورا ظهري. ما نمتش طول الليل، والصبح لبست أحسن حاجة عندي واتزينت وحضرت الفطار وفنجانين قهوة، ورحت لجوزي عشان أصحيه وأنا مبتسمة، وهو نظراته ليا كان كلها استغراب. وقلت له الفطار جاهز، وأنا كنت مبسوطة جدا بإنه متوتر ومصدوم من رد فعلي. وبعد ما فطر حضنت إيده وقلت له بابتسامة: أنا موافقة على جوازك، أنا مش هقدر أعيش من غيرك. ابتسم هو بكل ثقة وغرور، وابتسمت أنا كمان بسخرية، وأنا بقول لنفسي: أيوة أنا عايزاك تبتسم، أنت ما شفتش قبل كده كده النساء. المهم مرت الأيام وفعلا اتجوز، وبعد جوازه بفترة بدأ يخلص الفلوس اللي كنا محوشينها. اشترى طبعا للعروسة بيت باسمها وعربية وهدايا ملهاش أول من آخر. وقتها طلبت أنا كمان بيت جديد بجاردن واسعة وبيت واسع عشان الولاد تلعب بكل حرية، وعربية ليا أنا كمان. وساعتها وافق من غير أي نقاش، وكأنه كان بيكافئني على معاملتي ليه اللي ما كانش عمره يحلم بيها، أو يمكن يكون كان عايز يعدل بينا مثلا، الله أعلم. المهم إني استغليت النقطة دي لصالحي، وجبت لي مساعدة ومربية للولاد،
ومدرسين خاصة للولاد في كل المواد، واشتركت لهم كمان في أرقى النوادي، وكان كل هدفي إني أهدر فلوسه وأخد أنا حقي منه. ومن ناحية تانية اهتمام بديل، لأني ما بقيتش أهتم بيهم كتير، لأن جوزي أخد كل اهتمامي وتفكيري ومراقبتي ليه طول الوقت. كمان جبت أحدث أجهزة للمراقبة في البيت، وأجهزة تنصت لكل مكالماته كمان، عشان أعرف عنه الصغيرة قبل الكبيرة. كنت بتدلع عليه كتير واطلب منه فلوس واطلب منه كل حاجة أنا عايزاها، وكان بيديني كل اللي أنا بطلبه منه، وكان دايما بيشكرني على إني موقفتش في طريق جوازه. ومن الحين للتاني كنت أقوله على قطع مجوهرات غالية وأقوله إن أنا عايزاها وعجباني، وكان بيفاجئني إن هو جابها لي، وأكيد بيجيب لي التانية أضعافها. وبصراحة ما كنتش بهتم طالما أنا باخد كل اللي أنا عايزاه وبطلبه. وكل الفلوس اللي أنا كنت باخدها منه استغلتها في كورسات في إدارة الأعمال في مجال تخصصي، وكنت بعمل أبحاث، ودراستي كانت بخصوص مشروع كان نفسي أعمله من زمان قوي قبل ما أكون ضحية للحب الوهمي. وكل الفلوس اللي كانت بتتبقى مني كنت بحوشها للمشروع ده. المهم في يوم كنت بتصنت عليه وهو بيتكلم في التليفون، واكتشفت إن هو خلص كل فلوسنا اللي في البنك وما بقاش يملك أي شيء. وأنا كنت مستغربة لأنه ما كانش بيأثر في أي حاجة إحنا بنطلبها منه، وبيديني كل اللي أنا بطلبه حتى لو كان مبالغ فيه. إزاي بقى كان بيقدر يوفر ليا وليها كل طلباتنا؟ وساعتها عرفت إن دي بداية نهايته، لحد ما جالي الرد على سؤالي من غير أي مجهود. في آخر المكالمة سمعته وهو بيترجى واحد زميله في الشغل على إنه ما يقولش لحد بإنه غير في أوراقه حسابات الشركة من غير ما حد يعرف، عشان يسرق مبالغ كبيرة من فلوس الشركة. وبيحلف له إنه هو هياخد كارد من البنك وهيسد كل الفلوس اللي هو أخدها قريب، بس هو مستني الموافقة بس على الكارد. وأنا ما عملتش أي شيء غير مكالمة صغيرة قوي لرئيس مجلس الإدارة، وقلت له على المعلومة الصغيرة اللي ما تتقدرش بتمن. واللي حصل لجوزي بعد كده كان صادم جدا. المهم بعدها كنت قاعدة في مكاني المفضل في البلكونة على الكرسي بتاعي وبشرب قهوتي، وأنا ببتسم بكل انتصار ومبسوطة إني انتصرت عليه، وأنا بقرأ خبر القبض عليه وهو مكتوب فيه أول حروف من اسمه. كنسلت الخبر زي ما كنسلته من حياتي ومن قلبي كمان. ما بقاش بيهمني اللي بيحصل معاه بصراحة، كان عندي حاجات كتير شغلاني أهم منه بكتير. المهم رحت الموظف البنك اللي كان هيديني القرض عشان مشروعي، لأني ما زلت محتاجة لفلوس حتى بعد ما بعت عربيتي ومجوهراتي وكمان البيت القديم. أنا ما قلتلكمش إني خليته يمضي على ورقتين تنازل عن البيتين القديم والجديد، حطيتهم وسط أوراق المدرسة كان بيمضيها للولاد، والبيتين بقوا باسمي. واخترت إني أبيع البيت القديم عشان كان بالنسبة لي كل ذكرياته مقرفة. المهم بعد ما خلصت المقابلة في البنك اتفاجئت بواحد صديق والدي الله يرحمه في البنك. وقتها حكيت له عن مشروعي لما سألني عن سبب وجودي في البنك، وقلت له إني هبدأ مشروع صغير يناسب رأس المال اللي معايا، لكن هو فاجئني بإنه هيساعدني وهيكون كمان شريك معايا في المشروع، وإننا هنبدأ المشروع بشكل أوسع وأضخم، وأنا اللي هكون مسؤول عن المشروع كله عشان هو طبعا عنده شغله ومشغول فيه. وأنا بصراحة وقتها اتصدمت وما كنتش عارفة أقوله إيه. كل شيء حصل بسرعة ما كنتش متخيلها. كل اللي أعرفه إن النهاردة هو أول يوم لاستلام شغلي كرئيسة مجلس إدارة. كان أول يوم ده مميز بالنسبة لي قوي. لبست طقم رسمي مناسب لشكلي واتزينت وبصيت لنفسي في المراية، كان شكلي حلو قوي وقتها. وطلبت من السواق إنه يسيبني أروح أنا بالعربية لوحدي، لأن كان عندي ميعاد مع الماضي كنت عايزة أروح له الأول قبل ما أروح للمستقبل. جوزي كان بيستنجد بيا وهو محبوس كتير جدا من غير ما يمل إطلاقا بعد ما تخلت عنه مراته التانية وهربت بالغنيمة كلها. وأنا رد فعلي كان مفاجئ بالنسبة له. وكلت محامي عشان يدافع عنه من باب الشفقة وما يحلمش بأكتر من كده. المهم لما رحت له واتفتح الباب ودخل عليا اتصدمت من شكله، كان صعب قوي وحالته مزرية. كان بيبصلي بصة عتاب ومندهش من شكلي وشياكتي. ابتسمت وقلت له ما تبصليش كده عشان ما وحشكش، لاني جيت عشان اقولك اني عايزة اتطلق. بصلي وكان على وشه كل علامات الذل وكسرة النفس، ومن البجاحة قال لي انا عملت ايه عشان استحق منك كل ده. ضحكت بسخرية وقلت له بص لنفسك ولشكلك والمكان اللي انت بقيت فيه. انت بقيت شبه المجرمين، وانا دلوقتي مديرة لشركة كبيرة وانت
ما بقتش تليق بيا وما بقتش تنفع تكون واجهة ليا قدام الناس. وما تبعتليش عشان تشوفني تاني، لأن دي آخر مرة أنا هقابلك فيها. سيبته يروح لحبسه وأنا كسرت السجن اللي كان حابسني فيه. دوست على الماضي برجلي وعديت ورحت بكل حماس لمستقبلي. مش قلتلكم يا ويلي الراجل لو الست خرجته من قلبها وحطيته في راسها؟ دي دايما بتكون نهايته. هو ده كده النسا، وأنا فخورة بكل اللي عملته معاه ومش ندمانة أبدا ولا عمري هندم. بس كده، وهي دي كانت قصتي. يلا بينا نبدأ قصتنا التانية. بطل حكايتنا بيقول: واحد صاحبي لا داعي بذكر اسمه، بعد ما اتجوز ب5 سنين وخلف من مراته ولدين، حد مش كويس بعتله صورة لمراته بلبس البيت ومحادثات تدينها في أخلاقها وتسجيلات صوتية تدينها في شرفها، وما اكتفاش غير بإن فضحتها تكون على كل لسان، فبعت المحادثات بنفس التسجيلات بنفس الصور لكذا حد من أصحابه ومن ضمنهم أنا. وكانت فجعة بالنسبة لي لأن معظم الناس في قريتنا كانوا بيحسدوا عليها من أخلاقها وأدبها وطيب لسانها وحسن معاملتها مع الصغير قبل الكبير. وقتها دموعي نزلت من عيني، زعلان عليها وعلى صاحبي، وسكت وكنت منتظر طلاقهم، لأن مش أي راجل في الدنيا يستحمل الكلام ده على أهل بيته، خاصة لما يبقى الكلام بيتردد على لسان القريب قبل الغريب. المهم استنيت شهر والتاني والتالت لحد ما عدى سنة، والغريبة إني ما شفتش أي رد فعل مش كويس منه، لدرجة إن في خلال السنة دي هي ما سابتش البيت ولا لحظة ولا حتى مرة واحدة بس. وعدت السنة التانية وفجأة ربنا كرمه بسفرية بره البلد، ومفيش 7 شهور وبعت لها دعوة وسافرت له هي وأولادهم، وسمعت إنهم حجوا واعتمروا أكتر من مرة كمان، مش مرة واحدة بس. واتفاجئت في أجازة ليهم بعد 4 سنين أو يمكن أكتر إن ربنا كرمها وانتقبت وخلفت ولد وبنت، كانوا توأم يشبهوا القمر في جماله. وفي مرة رحت عشان أسلم على صاحبي، حضني جامد وطبطب على كتفي وهداني بتليفون يعدي 20,000 وسجادة صلاة وسبحة و4 جلاليب، مش جلابية واحدة. فقلت له: مش كتير عليا ده يا صاحبي؟ ابتسم وقال لي: كتير على الناس كلها إلا أنت الوحيد اللي ما قطعتش في فروتي ولا اتكلمت عني بسوء، ولا جيت في مرة سألتني عن الصور إياها والتسجيلات اللي اتبعتت لكل الناس، ولا حتى حاولت تلمح لي في مرة إني أطلقها. وشي ساعتها أحمر لأني كنت مفكر إنه ما يعرفش إني من ضمن الناس اللي اتبعتت لها الحاجات دي. ابتسم وقال لي: أنا عارف كل اللي وصله الحاجات دي واحد واحد، كلهم كانوا فضوليين وعايزين يعرفوا تفاصيل أكتر، إلا أنت لا، ما عملتش كده. لا، وكمان رديت على اللي بعتلك الصور وقلت له: اتقي الله، دي ست متجوزة ومخلفة وعمر ما حد سمع عنها حاجة وحشة، وجوزها بيموت فيها وراجل محترم ما يستاهلش إن هو يتخزل، فأكتر حد هو أمن له. لا، وكمان هددته بإنك هتبلغ عنه مباحث الإنترنت، وقعدت تشتم فيه لحد ما هو عمل لك بلوك. قلت له: أنا أكلت معاكم انتوا الاتنين عيش وملح، ومراتك من يوم ما جت هنا وأنا بعتبرها أختي، فدي أقل حاجة المفروض إني كنت أعملها. عيونه اتملت دموع وقال لي: أقل حاجة كانت بالنسبة لك كانت كبيرة جدا على أهلي بذات نفسهم، ما قدروش يعملوا ربع اللي انت عملته. فطبطبت عليه وقلت له: المؤمن دايما مبتلى والحمد لله إنها عدت يا حبيبي، وحاول انت بقدر الإمكان ما تجيبش السيرة دي تاني قدام أي حد حتى نفسك. قال لي: أنا عمري ما جبتها قدام أي حد من يوم ما عرفت لحد النهاردة، ولكن الناس هي اللي كانت بتتعمد تكلمني في الموضوع، فكنت بسكت وما بتكلمش لأن دي أعراض، أما أنت مش أي حد. احترامك هو اللي أجبرني إني أحكي لك كل اللي مكتوم في قلبي، وقام فاتح الشات اللي كان ما بينه وبين الشخص السيء ده وقال لي: اقرا كده. وكانت المفاجأة، اتفاجئت إن الصور والمحادثات والتسجيلات دي وهي كانت لسه صغيرة وعندها 17 سنة وقبل ما تتخطب ب4 سنين، وإنه بعت الحاجات دي مخصوص عشان طلب يكلمها أكتر من مرة، وهي رفضت طبعا حبا فيا وأولا خوفا من ربنا. قلت له: والله العظيم قلبي كان حاسس، لأن شخصيتها تبان للأعمى مش من طبعها الخيانة. قال لي: يا ريت الناس كلها نواياها زيك. أنا أول ما رحت سألتها: انت كنت على علاقة بحد قبل ما نتجوز؟ حطت وشها في الأرض وعيطت وقالت لي: كان وهمني إن هو هيتجوزني. فقلت لها: طيب ما قلتليش الكلام ده ليه قبل كده ولا حتى أيام الخطوبة؟ قالت لي: لأني سألت شيخ وقال لي ما ينفعش، ربنا يستر نفسك وانت تفضحيها. وخرجت تليفونها وورتني سؤالها ورد الشيخ عليها.
والمحادثة اللي كانت ما بينها وما بين الولد ده من أولها لآخرها كانت محتفظة بيها. المهم قالت لي وهي بتبكي: حياتي قبل ما أعرفك شيء وبعد ما عرفتك شيء تاني خالص. أنا غلطت ومتأكدة من ده، لكن غلطي مهما كبر مش هيبقى أكبر من مغفرة ربنا، وأكيد أدبي واحترامي ومعاملتي الطيبة معاك هيشفعولي عندك. وقتها زعقت معاها ولساني تلفظ عليها بكلام كان ملوش لازمة إني أقوله، وسبتها ونزلت الجامع عشان أصلي المغرب واشكي حالي لربنا. والغريبة إن من قبل ما اشكي ربنا بعتلي رسايل على لسان الشيخ، وكانت في أول ركعة قرأ فيها آية من القرآن: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فكان جوابه عليا قزم الغيظ والصبر، وإني أديها فرصة تانية. وكان عطاء ربنا وعوضه على اللي كتمته في نفسي السلام والهدوء والراحة والسكينة في علاقتنا مع بعض، والرزق الكبير اللي ربنا بعته لنا. وحمدت ربنا على كل شيء. ومن قصة صاحبي دي اتعلمت حاجات كتير قوي. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفعلا حقيقي ربنا عوضه جميل. وتفوت الأيام وصاحبي ده يتوفى وهو بيعتمر، وتيجي الصدف وانا اصلي في المسجد اللي زوجته عملته كصدقة جارية على روحه، وانا كل لابس جلابية من اللي هو هداني بيهم، فافتكر الدعاء ويصعب عليا نفسي وابكي عليه وعلى أخلاقه الطيبة. بجد وحشني قوي. بس كده، وهي دي كانت قصتي. انتهت قصة النهاردة. استنونا في فيديو جديد. مع السلامة.